سلامات. النهاردة 4/11 عيد الحب المصري. عيد الحب المصري عمله مصطفى أمين، وهو مختلف طبعا عن عيد الحب العالمي اللي ميعاده 14 فبراير. هتستغربوا قوي مصطفى أمين قرر أو حدد اليوم ده عيد حب للمصريين ليه؟ كان ماشي مصطفى أمين في حي السيدة زينب وتفاجئ إن في جنازة ماشية، بس ما كانش ماشي في الجنازة دي غير 3 رجالة بس. سأل مصطفى أمين هو مفيش حد ماشي في الجنازة دي ليه؟ لأن من عادة المصريين إن لما يبقى في حد متوفي كل الناس أو ناس كتيرة قوي بتمشي في الجنازة. فقالوا له إن الراجل اللي متوفي ده ما كانش فيه حد بيحبه، عشان كده مفيش حد ماشي في الجنازة بتاعته. فقرر مصطفى أمين إن يوم 4/11 يبقى يوم الحب للمصريين، وكان يقصد بيه مفهوم الحب الكامل الشامل، مش حب الحبيب لحبيبته ولا الزوج لزوجته بس، لا، من ضمنه برضه، لكن يقصد بيه الحب، حب الأم لأولادها، حب الجار لجاره، حب الصديق لصديقه، حب الأخ لأخته، كل أشكال الحب. وأنا بدعوكم إنكم تبينوا حبكم لبعض برسالة جميلة، زيارة لطيفة، أغنية حلوة، وردة، هدية، أي طريقة تشوفوها مناسبة عشان تبينوا حبكم لبعض. انتبهوا إن ملهاش إعادة، وخلوا دايما السعادة عادة. كل سنة والمصريين كلهم طيبين، وكل سنة وانتوا كلكم طيبين. سلام.